J'avais des amis de Oujda, ils sont partis tout de suite. Mais... والمغاربة الأحرار لا تؤثر فيهم تقلبات الظروف رغم قساوتها أحيانا، بل تزيدهم إيمانا على إيمانهم وتقوي عزمهم على مواجهة الصعاب ورفع التحديات. وإني واثق أنهم لن يسمحوا لدعاة السلبية والعدمية وبائعي الأوهام باستغلال بعض الاختلالات للتطاول على أمن المغرب واستقراره أو لتبخيس مكاسبه ومنجزاته. ولا يفوتني هنا أن أوجه تحية إشادة وتقدير لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج الذين يبذلون كل الجهود للدفاع عن الوحدة الترابية من مختلف المنابر والمواقع التي يتواجدون بها. والمغرب والحمد لله يملك جالية تقدر بحوالي 5 ملايين، إضافة إلى مئات الآلاف من اليهود المغاربة بالخارج في كل أنحاء العالم. ويشكل مغاربة العالم حالة خاصة في هذا المجال نظرا لارتباطهم القوي بالوطن وتعلقهم بمقدساته وحرصهم على خدمة مصالحه العليا رغم المشاكل والصعوبات التي تواجههم. شعبي العزيز، إن تاريخ المغرب حافل بالدروس والإنجازات التي تؤكد أننا نتجاوز دائما الأزمات بفضل التلاحم الدائم بين الشعب والعرش وبفضل تضحيات المغاربة الأحرار. واليوم لا يسعني إلا أن أعبر لك شعبي العزيز عن شكري وتقديري على ما أبنت عنه في كل الظروف والأحوال من حب لوطنك وحرص على وحدتك الوطنية والترابية والتزام بالدفاع عن رموزك ومقدساتك. وأغتنم هذه المناسبة المجيدة لأوجه تحية إشادة وتقدير لكل مكونات قواتنا المسلحة الملكية وقوات الطرق الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية على تجندهم الدائم تحت قيادتنا للدفاع عن وحدة الوطن وأمنه واستقراره. شوف الله يخليه لينا كاع ما يعطينا، الله يخليه لينا كاع ما يعطينا، الله يخليه لينا كاع ما يعطينا. حيت هو راه زرب البلاد، ولا تحيد زرب الفيرما لا كتكون الخلاق. عين الشاب انا نقول لكم عاشوا طول حياتهم في الملكيه، ما تبدلها لهمش لو كان تموت. قول عليهم بواسين اليدين، قول العبيد، قول الصهاينه، قول واش تحب، شككهم، دير لهم واش تحب. كل وين تسب المغاربه بهذه الاله اللي تهضر بهم كلما يتعلقون المغاربه بملكهم وبالملكيه. من ترابك، من مائك، من جبالك، من هوائك، من اريافك، من مدنك، من كل شجر وحجر يسكن ارضك يا مغرب تشربنا السمو والسؤدد. الا تنشدون كل صباح اخوتي هيا للعلا سعيا؟ ألم تغنوا في ليالي الأنس؟ عمرك شفت الإسباع خايف كيف خلاع؟ هيا بنا هيا بنا أيها السبع الأطلسي الشرس إلى حلم يرونه بعيدا ونراه قريبا. أراه وأنا أقف على جبال الأطلس براية حمراء، أقف فأرى الشك في لشبونة وأرى اليقين في الرباط وفي كازا. أنزل البحر فأعبر المضيق ليخبرهم تلك جارتكم وجارتنا، فاسألوها عن اليوم واسألوها عن الأمس واسألوها كيف إننا لا ننثني لا ننكسر لا نهزم ولا نغرق أمام أساطيل ماجلان وأحفاده. إن عدتم عدنا وإن جئتم أغلقنا جبل طارق وأطلقنا الأسد الأطلسي بكل ما فيه من نهم وحلم وعروبة. خذينا يا مغرب، خذينا إلى السماء، وما أجمل أن نبكي في السماء فستسقط الدموع في أرض عربية من أجل راية عربية.
فأنا تواق للفرح كأي عربي ضاق من الهم والحزن والانكسار. خذينا يا مغرب، فاليوم كل الآمال معلقة ما بين دائما من يمثل المغرب خارج الديار يكون مصدر فخر بالنسبة للمغاربة على جميع المستويات، كرويا أو حتى في أي جانب آخر، حتى إعلاميا. قبل فترة كنت في المغرب وشاهدت حقيقة مدى الفخر والاعتزاز بالنسبة للمغاربة لمن يمثلهم خارجيا، لمن يمثل المغرب خارجيا، لمن يحمل اسم المغرب، ومدى الشغف الكبير اللي موجود عند الشباب المغربي لأن يحمل اسم بلاده أيضا هو الآخر خارجيا. المغاربة فيهم من الشيء العجيب حقيقة ما يحملونه. زرت المغرب في أكثر من مرة، والله ما وجدت فيهم إلا الحب والتقدير والكرم والحرص الكبير على دينهم وتقاليدهم وعاداتهم. والله زرتها وما وجدت فيهم إلا كما قال فيهم الحجاج: المغاربة لا يغرنك صبرهم ولا تستضعف قوتهم، فهم إن قاموا لنصرة رجل ما تركوه إلا وتاج على رأسه، وإن قاموا على رجل ما تركوه إلا وقد قطعوا رأسه، فانتصر بهم فهم خير أجناد الأرض. واتق فيهم ثلاثة: نساؤهم فلا تقربهم بسوء، أرضهم وإلا حاربتك صخور جبالهم، دينهم وإلا أحرقوا عليك دنياك، وهم صخرة في جبل كبرياء الله يتحطم عليها أعداؤهم وأعداء الله. هكذا وجدت المغاربة، وهكذا هم بطيبتهم وتعاملهم ورقيهم وكرمهم. حفظ الله المغرب وأهل المغرب، وأدامها دائما أبية حرة، وأدام عليها الأمن والأمان.